عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم واحد الخبيزات معمرين، الصراحه اللي كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. يلا ندوزو للطريقه مع المكونات. اول حاجه قبل ما ندوزو للطريقه اشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين فضلا وليس امرا، وما تنسوناش بشي لايك وبشي دعوه ديال الخير والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. وبسم الله على بركه الله. هنايا كيف كتلاحظوا عندي واحد الاناء دايره فيه هكذا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب البودره. اللي ما بغاش يدير هذا الحليب بودره يمكن له انه يعجن هذا العجين بكاس ديال الحليب. عندي هنايا معلقه كبيره هكذا ديال الزبده. عندي معلقه صغيره ديال سكر سنيده. عندي معلقه صغيره ديال الخميره. معلقه صغيره ديال الملحه. وعندي هكذا واحد البيضه. جوج معلقات هكذا ديال زيت الزيتون. زلافه عامره ديال الفورص. وعندي ربع زلافه ديال القمح، غير ربع زلافه اللي غادي ندير ديال القمح. اللي بغى يعوضو بالفينو يعوضو بالفينو. صافي غادي نبدا بسم الله على بركه الله. غادي نضيف هاد الدقيق على هاد المكونات. غادي نضيف كذلك هاد القمح، وغادي نبدا نجمع بالماء الدافئ. زيت الزيتون ما غاديش نضيفوهم دابا حتى الاخير. درت هنايا ديك البيضه. صافي دابا غادي نبدا هكذا نجمع بزاف ديال الماء. صافي دابا العجين ديالي من بعد ما جمعته بهذا الشكل كيف كتلاحظوا زلافه، يعني خدا لي منها هكذا ربع زلافه ديال الماء. واللي بغى يدير هكذا الحليب يدير كاس ديال الحليب غادي يجمع هذا العجين. صافي دابا غادي نضيف هكذا واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. صافي دابا هنايا من بعد ما جمعت هكذا العجين دابا غادي نخليه يرتاح هكذا واحد نصف ساعه. صافي دابا هنايا بالنسبه للحشوه غادي ندير الحشوه. غادي ندير شويه هكذا ديال البصل، واحد جوج بصلات. غادي ندير شويه ديال الدجاج، واحد جوج ديال الفلفلات، وحده حمراء وحده خضراء. صافي غادي نضيف دابا زيت الزيتون وزيت المائده هكذا واحد جوج ديال المعلقات، وغادي ندوز نخليهم فوق البوطه حتى يتشحروا معايا مزيان. من بعد ما غادي يتشهروا غادي نضيف لهم الزيتون، العطريه والمعدنوس وصوص الصوجا اللي هي ضروري منها، كتعطي واحد النكهه زوينه في هذه الحشوه. وصافي ما غادي نضيف لها حتى شي اضافه. اللي بغى يضيف لها الفرماج محكوك يضيف لها الفرماج محكوك. انا يعني غادي نكتفي بهذه الحشوه فقط. صافي غادي نطيب هذه الحشوه ونرجع معكم باش غادي نشكلوا الخبيزات نتاعنا. البنات انا الحشوه نتاعي من بعد ما طابت على هذا الشكل وجدات، ودابا دزت هكذا العجين غادي نبدا نبسط فيه. غادي نبداو نشكلو هكذا العجين تاعنا. حاولوا يعني تسرحوه رقيق مزيان باليد ديالكم اولا بالدلاك. صافي غادي نحاول نسرحو على هذا الشكل مزيان. العجينه قسمتها غير على جوج على هذا الشكل. صافي دابا غادي نبدا نسرح فيها هكذا على هذا الشكل حتى تسرح معايا مزيان. صافي دابا غادي نستعمل هاد الدائره. غادي نبدا هكذا نهز واحد شويه ديال الحشوه. غادي نهز هكذا واحد شويه ديال الحشوه وغادي نديرها هنايا. اللي بغى يدير مثلا يدير الفرماج يدير الفرماج، انا ما غاديش ندير الفرماج. صافي غادي نحاول نقادها هكذا على هذا الشكل، وغادي نحاول نقطع بهذه القطاعه. صافي دابا غادي نقطعهم هكذا على هذا الشكل، وغادي نبقى نحطها هكذا في اللاطه حتى غادي نساليهم بنفس الطريقه. صافي دابا من بعد ما كنخطوهم على هذا الشكل كنحاولوا نحطوا صبعنا وندخلوا. نتمنى انها الطريقه تكون واضحه. نحطوا صبعنا على هذا الشكل وندخلوا الموس، ونحطوا كذلك صبعنا ونوليو ندخلوا الموس، نحطوا صبعنا وندخلوا الموس باش كتشكل لنا على شكل وريده. وحاولوا يعني التسكيب، ليس تحاولوا تسكيو عليهم بهذا الشكل.
صافي على هاد الشكل غادي نحطهم. المهم غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي الكميه نتاعي كامله. صافي دابا هنايا البنات كيف كتلاحظوا في الصوره، من بعد ما ساليت الخبيزات نتاعي حطيتهم هكذا في الصفيحه ديال الفرن ودهنتهم بصفار ديال البيض اللي درت له هكذا واحد القطرات ديال الخل، ودهنت به الخبيزات هكذا كيف كتلاحظوا معايا في الصوره مزيان مزيان. ومن بعد ما دهنتهم بديت كنشكل فيهم هكذا، كنشد الطريف ديال ديك الوريده وكنجبد بالكيغدو، وكنجبد هكذا بالكيغدو حتى لديك الحبه ديال الزيتون كيف كتلاحظوا، بحيث راه تقطع معايا الفيديو ما لقيتش كيفاش غادي نرجع داك المقطع بحيث تحدف ليا. هذا ما كان يعني فقط يعني قديت هكذا معكم غير بالصور، يعني راه كلشي واضح وباين. صافي كتدهنوهم بعد ما كتشكلوهم كتدهنوهم كتقادوهم هكذا بداك الكيغدو وكتزينوهم هكذا بواحد الحبيبه ديال الزيتون. المهم كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما طيبتهم جاو على هذا الشكل. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوناش بلي لايك وبالبارطاج، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله. وما تنساوش تتابعونا على الصفحات نتاعي على الفيسبوك على الانستغرام كذلك تيك توك راه بنفس الاسم. ومع السلامه. سحور سحور يا نايم، قم واذكر الله الدايم، بكرة في نهارك صايم والليل لربك قايم. سحور سحور يا نايم. اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا. قوم اتسحر لا تتأخر، اصحى وصلي صلاة الفجر، صوم واصبر علشان تؤجر، صلي جماعة صلاة الظهر. في كل آية نلقى القاية نقراها من بابنا، وبعد المغرب ناكل ونشرب ونصلي عشاء وتراويح.